لا واجبني المخرج الموسيقى اللي حتى قال لك برا هاي. مش مشكل باش نحكيو على اعلان المغرب ترشحها لاستضافه كاس العالم 2030. لا 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 مش هكا. الى جانب اسبانيا والبرتغال، هذايا اكبر اخبار دار البارح من خلال تنظيم المغرب لكاس العالم مع اسبانيا والبرتغال لاستضافه كاس العالم 2030. يا مراد جدي الترشح والا هاني ترشحت؟ جدي وممكن هذه ثاني مرة ولا؟ هذه الخامس مرة. خامس مرة المغرب قدم الترشح. اي شنيا قاعد؟ مرة هذه جدية، وفما حظوظ وأنه الثلاثي هذا ياخذ كأس العالم. أول حاجة هما ملف مشترك. ملف مشترك صار المغرب واسبانيا والبرتغال. مش هوريك قوة المغاربة. والقوة وين؟ هو أنه خاطر الحسبة محسوبة بذكاء على العموم، إلا إذا كان تصير مفاجآت. علاش؟ هي كأس العالم 2026 باش تتم الجاية، باش تتم في أمريكا بين أمريكا وكندا والمكسيك. 3 بلدان يمثلوا القارة الأمريكية، ما يسمى وسط أمريكا وأمريكا الشمالية. 2022 خذتها آسيا، 2018 خذتها روسيا اللي هي ما بين آسيا وأوروبا، و2014 خذتها أمريكا الجنوبية مع البرازيل. دونك توا قال آخر تايم فور يوروب اند أفريكا، باش ما يصيرش مزاحمة من طرف بلد أوروبي آخر أو من طرف بلد أفريقي. اجتماع إسبانيا والبرتغال وإضافة للمغرب يكون هذا، وتكون أول كأس عالم منظمة على قارتين بين افريقيا بين افريقيا واوروبا. واذا كان الملف المغربي والبرتغالي والاسباني يكتملان فستكون ضربة دبلوماسية كبيرة جدا بالنسبة للمغرب. باش نوضحها يعني المسألة ماهيش سبور وكذا، هي المغرب الحاجة اللي تصالحت هي والمغرب اسبانيا واخذ موقف من الجزائر موقف من الصحراء الغربية. ثم أنه المغرب جاهزة لأنه عمرت الملفات. رأي المغرب كانت مترشحة باش تاخذ كأس العالم عام 98 اللي خذتها فرنسا، ومن بعد عاودت قدمت 2006 وخذتها ألمانيا، و2010 وخذتها أفريقيا الجنوبية. يعني عندك خبرة. تقديرنا واللهم لا حسد اخواتنا المغاربة ونتمنى لهم النجاح. يعني بدينا مع بعضنا مراد في السبور ولا هما هاربين من قبل؟ لا ما يصيرش. بس كلمتين شنية ما هذا بلدنا احنا، كانوا هما ياخذوا من عنا في السياحة، ياخذوا من عنا في الصناعة، ياخذوا من عنا في التكنولوجيا، في الواحد ياخذوا من عنا في 6000 حكاية في أنظمة التعليم. من حقنا نتسائلوا. ذكرني في سبور، في ما هو سبور، هما هاربين من قبل؟ هما ما همش هاربين من قبل. هما ما عندهمش أنس جابر، هما ما عندهمش ملك الجزيري الى يوم الناس كرويا مازلنا احنا عدد الانفراستركتور هاربين من قبل. هاربين كمان من اواسط التسعينات، لانه من اواسط اواخر التسعينات من وقت اللي دخلوا. والفكره هذه كانت فكره الملك الحسن الثاني ومن بعد كملها بنوع من الفشل. لا باش نكونوا واضحين، لانه انت وقت تقدم ملفاتك وما تنجحش تتسمى فشلت اكثر من مره، ولكن خلقت لنفسك بنية تحتية اليوم ديناميكية وكذا، وديناميكية موجود. وانطلقنا من نفس النقطة، لكن زاد باش نكونوا واضحين. هو هذا نقاش كبير. تعرف بلاد أكبر زادة، وبلاد أكبر وعدد سكانها أكبر ومساحتها أكبر، تطبيع أكبر، علاقات دبلوماسية. هذه الحكاية الكل بتاعكم. كنت تنجم تعمل المغرب تونس الجزائر. لا صعيب. المغرب والجزائر فرد ملف. المغرب تحب تولي في أوروبا. المغرب بالضبط. هذه بالعلاقات الجديدة اللي عملتها. كل بلاد تضرب على ضربوها. لا ما زاد نكونوا صراحة. تجوع الحر حتى التطبيع مش هو اللي وجه الضرر. نحكيو على الخدمة احنا. لا مش صحيح. التلنصية الاخرى بعد التطبيق. غدوة نزيدوا نحكيو في الحكاية هذه نجيب بعد ما يكون مراد معناها مجهز الملف هذا بالكدا على قاعدة صحيحة رياضيا وأيضا سياسيا في خلفية الترشح ومن سيدعم هذا الترشح، خاطر راهو كأس العالم الآن قرار سياسي أكثر منه قرار رياضي. وغدوة تعطيني دقيقة ونص أكيد في أول برنامج اليوم باش نحكيو على كاتبة نعرفك تحبها، كتبت كتاب وقاعد يتم ترجمته نجاح كبير. اسمه نقولك شكون تعرف غدوة إن شاء الله الكاتبة الناجحة في تونس برشا كتاب ناجحين.